ايه الاخبار؟ خلينا بس متفقين في الاول ان القصه اللي انت هتسمعوها دلوقتي انا جارتها من على صفحه من صفحات الفيسبوك، وحبيت ان نقولها معاكم بطريقه الفيديو علشان بس نبطل نضغط بكلام خايب بتاع استحملي واصبري، ونفضل نضغط على اللي حول ليه ولا قوه علشان بس يصبر على الاساءه، وسايبين الشخص اللي هو بيسيء محدش بيجي جنبه. اتفضل، ادي قصه من القصص. اهل جايبين بنتهم المستشفى وهي مغمى عليها من البكاء نتيجه انهيار عصبي. فهمنا من الام ان ده حصل زعل ما بينها وبين زوجها، فالزوجه اتعصبت جامد وبدات بتشنج لحد ما وصلت للمرحله ديت. الغريب بقى ان ملامح الزوج ما كانش متاثر نهائي، مش فارق معاه اي حاجه، وتقريبا كده جاي معاهم غصب عنه، واقف بره المستشفى. كل اللي فارق معاه ان الموضوع يخلص بدري ويروحوا. فشباك الاوضه بتاعتي كان فتح على الجهه الاماميه للمستشفى، فكنت شايف الموقف من اول وصولهم للمستشفى. فضلت شويه متابع الزوج غصب عني لحد ما جات له مكالمه، وفضل يزعج ويقول هي كل يومين تعمل نفس الموضوع ونجيبها المستشفى وناخدها ونروح. المكالمه كانت طويله شويه وكلها قسوه. لفت نظر بس جمله قالها في وسط المكالمه: لا مش هدخلها، امها معاها جوه، يبقى هرضاها بكلمتين لما نخرج ونروح. فات ساعه وانا كل شويه اخلص حاجه وعيني ترجع تاني على ملامح الزوج اللي مش باين عليه اي حاجه غير الجحود، لحد ما جت اللحظه اللي الامن نادى فيها على اسمها، وقام الراجل كده وهو متعصب وبيرد كده برد شديد، وانا عارف ان الاسم اللي نادى عليه ده اسم زوجته، وقال له كلمتين: البقاء لله، زوجتك اتوفى وتعالى علشان والدتها مغمى عليها جوه. كانت الكلمه كافيه جدا ان الزوج يقع على الارض في لحظتها، وتحول الجحود على وشه لبكاء شديد وصراخ وهستيريا طفل مش راجل كبير كان عمال يردد: خلاص والله قولوا لها ترجع، وانا مش هزعلها تاني، انا مش همد ايد عليها تاني، انا عمري ما هكلمها، انا عمري ما هضايقها، انا غلطان والله انا غلطان، معلش خليها ترجع تاني، انا كنت فاكرها بتكذب عليا لما كانت بتقول قلبي بيوجعني. فالزوجه توفت نتيجه الاصابه بمتلازمه القلب المكسور، اما يعرف بالبروكن هيرت سيندروم، واللي واحده من اهم اسبابها فعلا هو الشعور بالحزن المستمر والضيق والضغط العصبي. فكل الناس من حوالينا رايحه ناحيه الراجل ويطبطب عليه ويشيلوه من على الارض، وانا رغم اشفاقي على حالته وابتلاءه لكن كان جوايا كلام كتير كنت عايز اقوله له. كان نفسي اقول له: شفت ان الحياه مش دايما هتديك فرصه انك تصلح اللي خربته، شفت ان قسوتك عليها ما عملتش حاجه، دي خدتها منك خالص. رفضت تدخل تراضيها بكلمتين كان ممكن يكونوا فارقين معاها، رغم ان القدر نفذ، لكن على الاقل مش هتعيش محصور من بعدها وحاسس بالذنب. بلاش القسوه وبلاش العند وبلاش تاجلوا تصليحكم للغلط. الحياه مش على مزاجك ومش هتسيبك تختار الوقت اللي انت هتصلح فيه غلطك، والحياه مش دايما هتديك الفرصه اللي انت عايزها علشان تروح تصلح الغلط مع الشخص اللي انت زعلته او ضايقته في يوم من الايام. لو انت مضايق حد او مزعل حد او في حد شاف انك مضغوط بسببك او متضايق بسببك طول الوقت، بعد اذنك روح باول ما تقفل الفيديو دوت او قبل ما تقفل الفيديو حتى طلع تليفونك وكلمه وقول: انا عايز اجي اقعد معاك شويه، انا عايز اقابلك شويه، انا عايز اصلح اللي ما بيننا. وزي ما بنقولها في الصعيد كده: عايز الميه ترجع لمجاريها تاني. صدقوني ممكن يجي الوقت اللي ما تلاقيش فيه وقت علشان تقعد فيه مع الشخص دوت تصلح الغلط اللي حصل ما بينكم، وقول: سامحني مش هضايقك تاني، سلام.